أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معنا شوية أفكار وشوية وصفات حلوة جدا هتوفر معانا بإذن الله في الميزانية. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادوا من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة. بس فضلا وليس أمرا، لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديوهات علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وعلشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. ويلا بينا نبدأ يومنا النهاردة ببركة بسم الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أول حاجة حبينا نبدأ بيها يومنا، كان عندنا واحدة كانتالوب كده قطعناها وكلناها لحد ما نحضر فطار. حضرت فطار النهاردة سهل وبسيط وسريع. الاول جبت كيلو اللبن ده اللي انا كنت مبيتاه في التلاجة، شلت منه وش اللبن وحطيتها في الفريزر كالعادة علشان اقدر احول القشطة دي لسمنة باذن الله. بعد كده جبت نص كيلو من الدقيق، ده دقيق الحبة الكاملة، عجنته بشوية مية ومعلقة صغيرة من السكر ورشة من الملح وسبته يرتاح. وبعد كده فردت العجينة بتاعتي مرة واحدة وجبت معلقتين كبار من الزبدة وابتديت افرد الزبدة على العجينة بتاعتي كلها والفها رول. وبعد ما لفتها رول ابتديت اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هم حوالي معلقتين كبار من الزبدة، ما خدتش معايا زبدة كتير. بعد ما لفتها رول وقطعتها حطيتها في التلاجة ترتاح شوية علشان الزبدة تتماسك. وبعد كده خدت اول قطعة وفردتها ودهنتها برضو زبدة تاني وشكلتها بالشكل ده. يعني نص كيلو الدقيق خد معايا حوالي معلقتين كبار من الزبدة وعمل معايا ما شاء الله 5 فطاير. بعد كده بقى ابتديت افردها. وبصي يعني دقيق القمح الكامل من احسن انواع الدقيق اللي تقدري تفطري بيها، يعني غير الدقيق الابيض خالص. بس بجد الفطير برضو بيطلع بيها حلوة جدا. يعني انا قلت اجرب كده ومرضتش اصور، وبعد كده قلت طب ما تصوري. وبعد ما صورت لما لقيت النتيجة حلوة قلت خلاص هنزل الفيديو علشان لو عندك دقيق الحبة الكاملة تقدري تعملي بيها فطار صحي ومفيد. قدمتها مع حتة جبنة قريش كده مع شوية سمسم وحبة البركة وشوية زعتر وشوية زيت وكمان قطعتين من الحلاوة، وعملنا حلبة بلبن. وكان فطار مفيد ومغذي وحلو جدا. الدقيق الابيض بيحسسك بالهبوط شوية وكمان هو غير صحي خالص، لكن دقيق الحبة الكاملة مشبع جدا وكمان مفيد وصحي. يعني اتمنى لو عندك دقيق الحبة الكاملة تعملي الفطير بالشكل ده، سهل وبسيط وسريع ومخدش معانا وقت ولا مجهود خالص. وان شاء الله لو حابين اعمل معاكم فطيرة كبيرة بدقيق الحبة الكاملة اكتبولي في التعليقات وان شاء الله كده نعمله مع بعض برضو بإذن الله. وهنا بقى جبت شوية الجزر الكبار اللي انا كنت ركناهم على جنب في فيديو المشتريات، وقلت لكم هخلي الجزر الكبير ده على جنب عشان هنعمل بيه وصفة حلوة جدا. انا كنت جايبة كيلو الجزر ده ب5 جنيه. قشرته وبعد كده غسلته كويس جدا وجبت المبشرة بتاعتي وابتديت ابشر كل كمية الجزر. هنعمل وصفة حلوة جدا طعمها مميز جدا واقتصادية وهنعمل منها كمية حلوة بإذن الله. بعد ما بشرت كمية الجزر كلها جبت كيلو من السكر، وتقدري تقللي كمية السكر لو تحبي. يعني لو مش حباها تكون مسكرة قوي قللي كمية السكر. بس انا يعني كمية السكر دي على حوالي كيلو وربع كده او كيلو ونص من الجزر كانت حلوة جدا وكمان طعمها مظبوط وسكرها مظبوط. قلبت السكر كويس جدا مع الجزر وسبت بقى الجزر على جنب كده ينزل ميته. وجبت حوالي كيلو من البرتقان. تقدري بصي تقدري تقللي كمية الجزر او تزوديها، وتقدري تقللي كمية البرتقان او تزوديها على حسب اللي موجود عندك وعلى حسب الطعم اللي انت تحبيه اكتر. بس في الحالتين النتيجة بتبقى مبهرة جدا وهتعجبكم بإذن الله.
شلت القشرة الحلوة دي من البرتقان، واحنا اتعودنا مع بعض ان القشر ده ما بنرميهوش، عملناه بودر برتقان في الفيديو اللي قبل كده. طب لو انتي مش حابة تعملي بودر برتقان تعملي بيه ايه؟ تحطيه في كيس كده وتحاولي تخرجي الهواء منه كويس جدا وتحطيه برضو في الفريزر. حابة تعملي بيه اي حاجة بتطلعيه، بيبقى سهل الاستخدام. حابة تعملي كيك بتضربيه في الخلاط، حابة تعملي اي وصفة بيبقى جاهز وحلو جدا. تقدري كمان تاخدي كمية القشر دي وتقطعيها رفيع جدا بالسكينة، وبرضو تحطيها على البرتقان والجزر، برضو بيبقى حلو جدا وطعمه حلو جدا. بس بنتي قالت لي يا ماما بلاش تضيفي قشر البرتقان، فانا ما ضفتوش وهنضيف بديل تاني برضو هيدي ميكس حلو جدا للوصفة بتاعتنا. اهم حاجة قشري البرتقان كويس جدا، ما تخليش اي قطعة بيضة او اي طبقة بيضة كده موجودة في البرتقان. قشريه كويس جدا لحد ما يبقى معاكي بالشكل ده. عملت كل الكمية وابتديت اقطعها قطع صغيرة، يعني برضو كل ما تقطعيها قطع صغيرة كل ما تسهل عليكي الامر. المهم واحنا بنقطع كده تعالوا ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزة خاصة. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وان تعيد لهم الارض المقدسة، وان تجعل المسجد الاقصى حرا شريفا امنا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. هقطع كمية البرتقان بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويلا بينا برضو نذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. حاولوا ما تخلوش اي قطع بيضة خالص، زي ما انتوا شايفين كده ابتديت انقي اي قطع بيضة علشان ما تمررش معايا الوصفة. بعد كده بعد ما عملت كل كمية البرتقان، شفتوا الجزر يعني ما ركنتوش كتير. لو كل ما يقعد في التلاجة بقى يشرب من الجزر يشرب من السكر، وفي نفس الوقت ينزل ميته ويطعم اكتر. لو مستعجلة وحابة تعمليها كده على طول اعمليها زي ما انا عملتها. طب لو مش مستعجلة تقدري تخلي الخليط ده كله كده تقلبيه في بعضه وتحطيه في التلاجة لتاني يوم. بس انا هسيبها بره يعني انا هسيبها شوية قبل ما احطها على النار، برضو علشان البرتقان يشرب من السكر وينزل ميته، مش هحطها على النار على طول. بعد كده بقى ابتديت اجيب الفاصوليا بتاعتي. انا كنت جايبة معاكم 2 كيلو من الفاصوليا، هركن نص كيلو على جنب كده علشان نعمله وصفة النهاردة بإذن الله، وباقي الفاصوليا هحطها في أكياس وهحطها في الفريزر. برضو عملنا كمية حلوة جدا من الفاصوليا، وعملنا كمية حلوة جدا من الجزر، وعملنا كمية حلوة جدا برضو من البسلة والجزر، وعملنا كمية حلوة من البرتقان، عصير البرتقان، وكمان فرزنا طماطم. يلا اتشجعي كده واستغلي الموسم بتاعك، وابتدي فرزي كل حاجة موجودة عندك لان هتنفع بإذن الله. شايفين هنا بعد ما ركنتهم شوية ابتدى برضو البرتقان ينزل ميته. فزي ما انا قلتلك تقدري ترفعيها على النار زي ما انا عملت كده، وتقدري كمان تخليها في التلاجة لتاني يوم. بس انا بصراحة كنت مستعجلة فحطيتها على النار. في الاول خالص حطيتها على نار عالية لحد ما ابتدت تستوي معايا وتتشرب كل ميتها بالشكل ده. بعد كده حطيت لها معلقة صغيرة من القرفة، حابة تزودي القرفة شوية براحتك برضو بتدي ميكس حلو. وحطيت كمان شوية من الفانيليا، شوية صغيرين جدا من الفانيليا بس في الاخر بقى. وبعد كده حطيت المربى بتاعتنا على نار هادية خالص وسبتها تستوي تماما. وجبت كده قطعتين من الفراخ مع شوية بصل مع فص توم، وابتديت اشوحهم معانا كده وانزل عليهم بالفاصوليا بتاعتي اللي انا ركناها. وابتديت اعمل وصفة حلوة وسريعة عملتها معاكم قبل كده، بس حبيت برضو افكركم بيها تاني. بتبقى بديل حلو بدل اللحمة المفرومة، بتبقى حلوة جدا وما بتاخدش كمية فراخ كتير، بس بيبان كده كأنك عاملة كمية فراخ كتير وبيبقى طعمها حلو جدا. عملت معاها شوية رز بالشعرية، والغدا كان جاهز سهل وسريع وبسيط وما خدش معايا وقت ولا مجهود خالص. تعالوا بقى نشوف المربى بتاعتنا، هي خلاص كده استوت. طيب لو انا دلوقتي اتشربت المربى بتاعتي كل السوائل اللي فيها وحسيت ان لسه الجزر ما استواش، تعملي ايه؟ تزوديها نص كوباية مية او ربع كوباية مية على حسب الوقت اللي هي محتاجاه. بعد كده اضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر، حابة تنعميها قوي نعميها، حابة تضربيها نص ضربة كده زي ما انا عاملاها برضو براحتك خالص.
بعد كده رفعتها من على النار، وانا متأكدة ان هي مستوية تماما وسخنة تماما. شايفين البخار اللي بيطلع منها؟ برطمانك مغسول كويس جدا. انزلي بالمربى وهي سخنة جامد جدا. هعمل كل الكمية برضو بنفس الطريقة، عملت معايا ما شاء الله كمية حلوة جدا. وهبتدي اغطيها برضو وهي سخنة جدا، تقعد معاكي بقى سنة كاملة من غير ما تفتحي البرطمان. يعني طول ما البرطمان مقفول كده المربى دي تقعد معاكي سنة كاملة. وكمان مش شرط تحطيها في التلاجة، لو عملتي كمية منها كده ما شاء الله بتقعد سنة كاملة من غير ما يجرى لها اي حاجه خالص طالما قفلتيها. ولما تيجي تفتحيها هتحسي بتكه الامان كانك جايباها من بره. شكلها حلو جدا، طعمها مميز جدا، مفيده وصحيه، وعملناها في بيتنا باقل تكلفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان هي تعجبكم باذن الله. ولو عندكم وصفه يعني حابين تشاركونا بيها او حابين اعملها معاكم في الفيديوهات، اكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله نقدم لكم كل ما هو جديد باذن الله. وده كان غدانا. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض، اللهم امين يا رب العالمين. احنا كنا صايمين في اليوم ده، نقول ده كان فطرنا مش كان غدانا. كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير. وبكده يومنا النهاردة يكون خلص. أتمنى أن أفكارنا ووصفاتنا تكون عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. والسلام عليكم.